يا مساء الفل. الحقيقة انه بعد اليوم اللي كان مش حلو خالص، النهاردة يعني جالي خبر فقلت اطلع ادردش مع حضراتكم في تفاصيل الخبر. الخبر بيقول انه كريستيان جروس بنسبة 95 الى 99% مديرا فنيا لنادي الزمالك، في شبه اتفاق مع كريستيان جروس. آه، ما بين الاتفاق ما بين مجلس إدارة نادي الزمالك أكيد برئاسة حسين لبيب والمدير الفني السويسري كريستيان جروس. طبعا احنا كلنا عارفينه، مدير فني طبعا محترم، سبق ليه طبعا النجاح مع نادي الزمالك. عارف الدوري المصري، عارف الكونفدرالية، عارف أفريقيا، عارف نادي الزمالك. هقول لك بس في كواليس الموضوع الأول. حصل الاتصالات طبعا دايرة مع جروس بقالها فترة. الناس قريبة جدا في التفاوض من بعض. الراجل عنده شرطين. أول شرط هو جهاز فني أجنبي بالكامل، وده مجلس إدارة نادي الزمالك موافق عليه. الشرط التاني برضو مش بعيد، الراجل طالب 130 ألف دولار كراتب يعني ليه وللمساعدين. وانا شايف برضه انه راتب كبير، ولكن مش مبالغ فيه بالمقارنة بالكفتاجي اللي عندنا اللي بياخد 90 ألف دولار. هو بياخد يعني الكفتاجي بس بياخد 90 ألف دولار وكفتاجي. فأما يبقى الراجل بجهازه الفني بالكامل 130 ألف دولار، يعني تقريبا فرق 40 ألف دولار. على فكرة دي طلبات جروس. إدارة الزمالك بتحاول تنزل، ممكن تنزل ل 125 ل 120، هم 110، هم وشطارته. الراتب على الجهاز بالكامل. طيب موعد الإعلان إمتى؟ موعد الإعلان في اجتماع مجلس الإدارة بعد بكرة يوم الأحد. سيتم فيه إعلان أول حاجة فيما يخص الثلاثي اللي غادر المعسكر أو اللي كان سهران يوم المعسكر، وما يخص الإعلان عن هم قالوا مصير الجهاز الفني. أنا بقول لك خلاص، لو الاتفاق تم هم عندهم النهاردة وبكرة. النهاردة خلاص يعتبر خلص، معاهم بكرة يتمموا الاتفاق على مع كريستيان جروس، وكل الامور هتبقى انتهت. نتمنى انه الاتفاق يتم. انا مرحب جدا طبعا بكريستيان جروس، سي في محترم ومدرب عارف النادي وعارف افريقيا وعارف الدوري وعارف كل شيء، ونخلص بقى من الكفتاجي. فانا جالي الخبر قلت برضو اطلع ادردش مع حضراتكم فيه. سلام عليكم.